هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة لحد دلوقتي اشتركوا، كمان فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا إشعار أول ما انزل أي فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. ليه فيتامينز بيرلوم عليها هايب جامد جدا الفترة الأخيرة؟ وده لأنها مش مجرد مكمل غذائي وخلاص، هي مجموعة فيتامينز ومعادن كلها مفيدة لصحة الجلد والشعر والضوافر والجسم كله بشكل عام، وكمان لأن كل عنصر موجود فيها نسبته متوازنة جدا. هي فيها فيتامين بي 1 و 2 و 6 وفيتامين بي 12، وفيها كمان فوليك أسيد، وده مهمته إنه بيدعم الجهاز العصبي وكمان بيقلل من الإجهاد والتوتر وكمان بيحسن التركيز جدا. وفيها كمان فيتامين سي، وده لتقوية المناعة، وكمان هو مضاد أكسدة قوي وبيساعد على امتصاص الحديد وبيحسن صحة الجلد. فيها كمان فيتامين دي، وده مهم جدا لصحة الجسم بشكل عام. وفيها فيتامين A و E، ودول بيعززوا صحة الجلد وبيحموا الخلايا من التلف، وكمان بيدعموا صحة النظر. ومن المعادن المهمة جدا الموجودة في بيرلوم هو الزنك والحديد. طيب بيرلوم بقى بشكل عام مناسب لمين؟ أي حد بيعاني من إجهاد عام، أو نظام الأكل بتاعه مش متوازن، أو لو عندك مثلا تساقط في الشعر وسببه الرئيسي نقص الفيتامينز، أو ضوافرك بتتكسر، أو شكل بشرتك باهت ومش صحي، هيكون مناسب جدا. كمان للناس اللي كانت بتعمل دايت فترة طويلة وعندهم نقص في الفيتامينز برضو هيكون مناسب قوي. طيب بيرلوم بقى مش مناسب لمين؟ مرضى الكلى او الكبد، او لو حامل او بترضعي ما تاخديهوش الا لو دكتورك كتبلك عليه. كمان اللي بياخدوا مكملات غذائيه تانية بنفس المكونات ما ينفعش تاخدي 2 مكمل غذائي مع بعض، لان ده هيكون كتير جدا وممكن يضرك بدل ما يفيدك. الجرعه اليوميه من بيرلوم بتكون كبسولتين، وهم عاملين ان كبسولتين مع بعض فيهم الاحتياج اليومي من الفيتامينز اللي موجوده في بيرلوم، ويا اما بتاخديه مع الاكل يا اما بعد الاكل، وبتاخديه شهر وبحد اقصى 3 شهور. وطبعا يفضل انك تكوني عامله تحاليل، او على الاقل تكوني كشفتي وعارفه انك محتاجه مكمل غذائي. ولو بتاخدي اي ادويه تانية يفضل انك تسالي دكتورك طبعا قبل ما تاخديه عشان ما يحصلش لخبطه او تعارض. ولو عندك حساسيه من اي مكون من مكونات بيرلوم يبقى طبعا بلاش تاخديه. وطبعا الفيتامين ده مش للاطفال. وبالنسبه لتجربتي انا عايزه اقول لكم ان ده من احلى الفيتامينز اللي شفت منها نتيجه بجد في شعري وضوافري. يعني هو فعلا بيقلل التساقط جدا، وهتلاحظوا الفرق من تاني اسبوع تقريبا. والضوافر كمان هتلاحظي انها بتطول بسرعه قوي، وفكره انها تتكسر دي خلاص انسيها. الحلو كمان في بيرلوم انه براند مصري. العلبه بيكون فيها 3 شرايط وهم 30 كبسول، المفروض انه العلبه بتقعد معاكي 15 يوم. بالنسبه لسعره هو مش رخيص، بس لو هنقارنه بحاجات مستورده فيها نفس التركيبه فلا يعتبر سعره حلو قوي. وبرده هاكد عليكم تاني، اي فيتامينز بشكل عام هتاخديها يفضل انك تكوني كاشفه وعارفه انت هتاخديها ليه، وعارفه ان انت عندك نقص في الفيتامينز وعلشان كده بتاخدي مكمل غذائي. ويفضل طبعا ان الدكتور اللي يكون كاتبها لك. وبس كده، بتمنى تكونوا استفدتوا وما كنتش طولت عليكم. لو اي حد عنده اي سؤال يقول لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. وباكد عليكم تاني، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، كمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. واعملوا لايك للفيديو ده وشير مع صحابكم عشان يستفادوا زيكم. وبس كده، باي باي.